رقاق مقصف فلاحي تحفه بجد وعلى الطاسه. وهاب كل شويه يقول لي ماما عايزه اكل رقاق مقصف، قلت له حاضر يا هوبا عينيا ليك، هعمل لك احلى رقاق مقصف وكمان على البوتاجاز من غير فرن. حلو جدا وزي ما انتم شايفين النتيجه بتاعته عامله ازاي. اللهم بارك. الاستاذ هوبا يؤمر وانا انفذ، شايفين؟ قمت بقى شمللت وعجنت وعملت له احلى رقاق مقصف في الطاسه كمان. يلا نشوف عملناه ازاي بمقادير حلوه قوي وطعمه تحفه ومن غير فرن ولا اي حاجه، وبجد حلو جدا وهيعجبكم النتيجه بتاعته. يلا نشوف عملناه ازاي. كان عندي كيس لبن في الفريزر، كان رايب مني وما بيرد، بشيله في الفريزر استخدمه في المعجنات بيبقى حلو جدا. كنت مطلعاه يفك من قبلها شويه، فهكمل الفك بتاعه على النار. كده كده انا عايزاه دافي. هخلي النار شمعة وهقلب فيه لحد ما يفك، مش هشيل ايدي منه خالص علشان ما يلزقش. هفكه كده بالسكينة علشان انجز في الوقت، لان كده هياخد وقت طويل جدا. كده اللبن ساح، فكنت محوشة قشطة وش اللبن دول حوالي نص كيلو. كان لبن جاموسي على بقري، محوشاها كده مع بعض، قلت ابقى اعمل بيها اي حاجة. العلبة دي بتاخد معايا نص كيلو. انا مهدية النار شمعة، اهم حاجة نهدي النار. بحب اعمل الخطوة دي يا جماعة، بتفرق جدا ان كنت بعمل رقاق مقصف او قرص طريه، لان لما بنستخدم اللبن الرايب على كده والقشطه بتعمل حتت كده في العيش او في القرص، فما بيبقاش حلو، بتبقى عامله تكتلات زي حتت جبنه كده، وبتتحرق كمان وبتخلي الوش مش حلو خالص. بسيحهم كده على نار هاديه، لان طبعا بحتاجهم دافيين علشان الخميره تنشط على طول. وبعد كده هضربهم بالهند او ممكن الخلاط على حسب المتاح عندي. كده فك خالص وبقى دافي معايا، هطفي عليه على طول، مش عايزاه يسخن خالص. اقول بسم الله كده وهضربه بالهند زي ما قلت لكم. بسم الله. بس كده خلاص بقى تمام قوي. كيلو اللبن الرايب بياخد معايا 2 كيلو دقيق، فانا هضيف معلقتين كبار سكر. بسم الله. الله واحد. ملوش تاني. بصوا انا حسيت ان هو سخن قوي، فهستنى شويه على الخميره، مش هضيفها دلوقتي، وهننخل الدقيق الاول. هنقول بسم الله وننخل الدقيق. بالمناسبة يا جماعة الدقيق سعره بقى حلو قوي، انا جايبة الكيلو ب 18 جنيه. حلو قوي، الحمد لله، ربنا يرخيها كمان وكمان. كان وصل ل 33 جنيه. رشة الملح بتاع المعجنات، رشة بسيطة كده. ولل2 كيلو هضيف كيس بيكنج باودر، هضيفه مع الدقيق وخلاص على ما اللبن يهدى شوية. اقلبهم مع بعض. اللبن بقى دافي معايا، هزود بقى الخميرة. معلقتين كبار لل2 كيلو. بسم الله. الله واحد. معلقتين مش مليانين، ملوش تاني. الخميرة انا بشيلها في التلاجة، فعلشان كده عارفة ان هي سليمة، انا ما بختبرهاش ولا حاجة، تبقى ما شاء الله سليمة. اول ما بجيب الباكت بفضيه في علبة وبشيله في التلاجة على طول. بسم الله. انزل بيه حبة حبة. بسم الله. انا هزودهم كلهم وهشوف لو احتجت دقيق. القرص والرقاق المقصف بحب اعجنهم كده على ايدي، لان عجينتهم سهله قوي وما بتاخدش مجهود. امسكها بايدي التانية عشان اعرف اختبرها. بصوا تلزيقتها عاليه شويه، فانا هضيف يعني دقيق بسيط قوي، حوالي معلقتين كبار. بس كده ما شاء الله العجينه حلوه جدا. خطوه بحب اعملها كده في الاخر، اللي متابعني عارف، بحب اضيف معلقه سمنه كده اردد بيها العجينه، ودي العيش معاكي في حته تانية خالص. ومش هعجن كتير، انا بس هتوهها.
بس كده هسيبها ترتاح شويه على ما الم بس الزروطه والمواعين اللي حواليا. بص ارتاحت شويه، هقطعها بقى على طول. رش كده على الصينيه شويه دقيق علشان العجينه ما تلزقش، وهبدا اشكلها. اعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه، حاولي تخليهم قد بعض. اهم حاجه هنلم العجينه كويس علشان يبقى ملمسها ناعم. خلصت اول صينيه، هغطيها بكيس علشان العجينه وشها ما يشققش، واكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه. شكلت كل الكميه اللي معايا، هجيب اول واحده شكلتها. بسم الله. وهرش دقيق. لو حسينا ان هي ملزقه نديها رشه دقيق خفيفه كده. هحاول افرد وما اتكاش جامد بالمشابه، وهرفع شويه على قد ما اقدر علشان لسه بنسيبه يرتاح تاني، فلما بيرتاح بيلم شويه. بصوا كده فردته بالتخانه دي كده. تعالوا بقى اوريكم هعمل فيه ايه علشان اسيبه يرتاح شويه. ما ينفعش نخبزه كده على طول، لو خبزناه على كده مش هينفخ معانا. عندي الدفايه دي مخصصاها للمخبوزات، علشان كان حد قال لي يعني ان هو ما عندوش فوط كتير للمطبخ وكده، فعادي خالص يا جماعه دفايه نضيفه. دي انا مخصصاها للمخبوزات في المطبخ بدل ما استهلك فوط كتير وكده يعني. بس هجيب الرغيف كده وهقوم مغطياه على ما اعمل اللي بعده. لازم يتغطى علشان لو ما اتغطاش وشه هينشف. هشيل الدفايه كده وهخليه جنب زميله. هكمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده وبعدين نرجع تاني. بصوا ما شاء الله كده خلصت الكميه اللي معايا. شايفين على ما خلصت كان خمر واتنفخ ازاي. هبدا اسوي من اول واحد شكلته. هخلي النار متوسطه وهجيب اول رغيف شكلته. بسم الله. هقلبه اول ما يبدا يتشمع. هضغط كده ضغطات خفيفه علشان ينفخ معايا. ما شاء الله هو خمران حلو، فكده كده هينفخ. ده اتقطع مني فعلشان كده منفخش قوي. بس كده تمام قوي. بسم الله. واخيرا خلصت الرقاق يا جماعه. ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده. بصوا عامل ازاي، حلو جدا وريحته مفحفحه وطعمه تحفه، وعلى البوتاجاز بكل سهوله ومن غير فرن. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.